المدعية للإسلام والجهاد والإيمان وما إلى ذلك، حتى انكشفت المدعية كذبا وزورا وبهتانا وظلما. كل كانت ذاك ضريبة ماذا؟ أليس هناك عداء شخصي؟ لا حبيبي، إنما هو عداء عقائدي. أقول لا، كل ما في الأمر احنا وياهم ماكو مشكلة شخصية ولا عشائرية ولا غير، المشكلة مشكلة صراع عقائدي. ما واحد يقدر يقول لا على أرض الواقع. كل الأحداث التي سجلت من المؤسف للتيار الصدري وأتباع التيار الصدري هو كان مدعاة صراع عقائدي، ليس أكثر من ذلك. كل ذلك كانت ضريبته حبا للصدر وعشقا للصدر، وبفضل الله تبارك وتعالى ها وقد عدنا وبأقوى مما كنا. نقولها عدنا وأقوى مما كنا، ناطقون صدريون مجاهدون ثابتون على العهد كما عهدناها قبل الاحتقال وإلى الآن. ونحن للغيظ كاظمين وإن كنا قادرين، إن عفونا كما كان الإمام سجيته موسى بن جعفر وهو العفو. ونحن للغيظ كاظمين وللقائد مطيعين وللمصلحة العامة مسايرين، والحمد لله رب العالمين. المهم نستوحي من ذكر الشهادة مزاياه ومناقبه، عظمة فكره العملاق، دقة سلوكه العرفاني، ملكة استنباطه وقدرته الراسخة في الأحكام الشرعية، وعلميته في النظر والاستدلال، ألا وهو محمد الصدر. محمد الصدر إنه البحر المتلاطم والفيض المتعاظم، بتفاني وإصرار وحب وإقرار لك يا صانع الأبطال ومحرر البشر من الاستعباد. نستوحي من ذكر الاستشهاد ونستلهم منها جليات المعاني، نستخلص العبر التي يمكننا التوصل إليها من خلال حياته الشريفة. كان يقول رضوان الله تعالى عليه: إن قلبي ليحترق من ماذا يا محمد الصدر؟ كان يقول للجماهير آنذاك في ظروف ساخنة وعصيبة جدا: إلى متى أنتم غفلة؟ اشعر حبيبي. تلك هي الكلمات التي حلقت في سماء الكوفة لتعبر عن قلب متألم ونفس مكبوتة تكاد تجهز بالبكاء على الكم الهائل الذي انهدم من صرح الإسلام الشامخ. كانت هذه الكلمات المكبوسة الرنانة في محتواها بالقدر الهائل من المعاني الفكرية والاجتماعية والتحررية تتهادر من فمه الشريف كهطول المطر على بيداء جدباء تفطرت من شدة الظما في السنين السابقة. نعم، لقد كان هذا الجو القدسي والميدان التكتيكي مرحلة هكذا كان يرقي المجتمع رضوان الله تعالى عليه. لم يغفل على جانب من الجوانب في حركته الإصلاحية قط. تارة يخاطب الظالم الدكتاتور الداخلي صدام الهدام والبحث الكافر، وتارة يخاطب البنتاغون الأمريكي أي سماه تارة المشوم، وتارة يصلح الشعب العراقي في كافة طوائفه وقومياته ومجتمعاته. خاطب السنين العشائرية بكتاب موجود
وخاطب السدنة وانتقتهم بانتقاد، وخاطب الرياضيين. لم يترك جانب من جوانب الحياة في حركته الإصلاحية. نقدر نقول هو التقنن الهندوسي والمنتدى الأدبي في المسجد المعظم أي مسجد الكوفة. وفي هذا السكون اضطربت الأرض ونادى الناس بلهفة وشوق: ها قد جاءكم محمد الصدر. ماذا يريد محمد الصدر؟ جاء ليقرع أسماعكم، يعني بعبارة عامية هذا دربكم من شبيه. هكذا كان يقول بهذه اللهجة وبهذا الأسلوب. نعم قد جاء القائد، جاء المصلح الاجتماعي، جاء لا يؤخذ بأيدينا نحو الإيمان الحقيقي كي يعلمنا الشجاعة والصبر والحرية. رقى المقدس منبره الشريف، سبحت الجدران، رفرفت الحمائم، تصدعت السماء بخشوع ليبدو هذا